يا حريف، 10/10 يا خميس، 10/10 يا خميس. حطها في مقتل رودريغيز. يا لها من لمسة، من ضربة، من كورة، من متعة، من هدف جميل يا رودريغيز. هف وقاتل يا رامي، يخطف فيها وشوف الوحش خطكها، ارتكها كازيميرو، لعبة فنان رودريغيز بالزاوية الصعبة الجميلة، الكرة الأخيرة باليسرى. يقولون زائد عن الحاجة، يقولون لا مكان له في مدريد. شوف هذا اللاعب، يقولون لا مكان له في مدريد. شوف هذه الموهبة الكبيرة، يقولون من الصعب أن يلعب في مدريد. كما أنت محبوب يا ريال. هدف أول للنادي الملكي بالرقم 10 وبالهدف الجميل. عندما مساحة مكان مودريتش يحاول مرور، يبذل المساندات ومركز خامس عطية لمارسيلو. ايش هذا يا ميرينجي؟ ايش هذا؟ ايش هذا يا ميرينجي؟ كلنا ما هذا الاداء، ما هذه الكعوب، ما هذه اللمسه الرائعه. الله على لوكا، عرضيه في مجرة ومارسيلو، يا لها من ردة فعل جميله من حارس المرمى. ريكو يبقيها على 1-0. ايش هالكوره عند مدريد اليوم؟ يلعبون بطريقه رائعه في هذا الشوط الاول بعد 29 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. مدريد هذا، اشبيليا لا شيء. توني مره اخرى، عرضيه باتجاه جول. لفران، ضربة رأسية رائعة، ورافائيل يسجل ثاني أهداف الميرينجي في ليلة كبيرة في البرنابيو. 30 دقيقة كبيرة في البرنابيو. الرجم، الارتقاء بالرأس، فران يسجل ثاني أهداف ريال مدريد بطريقة رائعة أيضا بعد عرضية توني كروز. يلعبون، يمتعون، يسجلون، يتقدمون رغم الغيابات، لا يوجد معاناة، ينتصرون، يحتفلون بقيادة مدرب عظيم. مودريتش يحافظ على كرة كارفاخال، لو هذا اسينسيو في الانطلاق، عطيها لمدريد، عرضية ثاني، حالة دفع وركلة جزاء لريال مدريد. نعم نعم، دفع وركلة جزاء لريال مدريد. ميركادو يحتاج على القرار. لوكا مودريتش كان في المكان المثالي، تعرض لحالة دفع. ريال مدريد يقترب من الحصول على 3-0 في 43 دقيقة ضد اشبيليا. لم يكن لأحد أن يتوقع هذا السيناريو، لا أظن أن أحد توقع هذا السيناريو. دفع كان في قرار الحكم موجود في اللحظة الماضية. شوف مرة أخرى ماريانو ومودريتش، دفع لمودريتش، وبعد ذلك ركلة جزاء وخامس من أجل ثنائي اليوم، من أجل رسالة للعالم كله أنه لا بد أن يلعب في مدريد. خامس وريال من أجل هذا الثالث. فرصة لإبقاء إشبيليا في المباراة يا ريكو، فرصة إشبيليا في المباراة مرهونة عندك يا ريكو. خامس رودريغيز، والثالث لمدريد، والثالث لريال مدريد عن طريق خامس من علامة الجزاء في شوط واحد. اكتساح مدريدي لإشبيليا. نعم، 3-0 في شوط واحد، أمر كبير جدا على إشبيليا، لم نكن نتوقعه. أداء رائع جدا، وعاد ليجلس في مكان زيدان، وهدف ثالث يعمق جراح الخصم، وليلة يلمع فيها خامس، يوجه رسالة للكل ويضع زيدان، ويضع اللوم بعد ذلك ربما على ريال مدريد وعلى زيدان، أنه خامس لا بد أن يحافظ عليه. الجمهور المدريدي عندما يرى كل هذا الأداء من رودريغيز، من الصعب عليهم تقبل خروجه بعد ذلك.